السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في قصة جديدة كالعادة، قصة تاع متابعة. وقبل ما نبدأ هاد القصة حبيت أولا نشكركم انتوما على 800 ألف متابع في هاد القناة. وحاجة تانية حبيت نشكر وحدة اللي بعثت لي هدية شابة عبارة عن شغل حقيبة مكتوب فيها لبنان القصص ميكروفون، لأنه أنا نحب بزاف الميكروفونات. وتاني بعثت لي سربيتة منشفة مكتوب فيها اسمي الحقيقي نادية مع تاج، مخدومة يعني بإتقان ما شاء الله، مطروزة. وتاني بعثت لي سربيتة باسم الزوج تاعي. هنايا أنا قصتها بالكحل نقولها بزاف شكرا، يعطيك الصحة. وانتم إذا حبيتوا تكومونديو من عندها عفايس بيرسوناليزي، ماشي غير كيما هكا، تخدم بزاف عفايس بيرسوناليزي كيما سورتيت بان وبزاف عفايس تخدمهم. نخلي لكم الحساب تاعها تاع الانستغرام في اسفل الفيديو او في اول تعليق. شكرا بزاف، يعطيك الصحه اختي على هذه الهديه الجد رائعه، عجبتني بزاف بزاف، بارك الله فيك. والان راح نسمع معكم القصه تاع اليوم كالعاده. اذا عجبتكم بارطاجيوها مع اصدقائكم وخلونا جنب في الفيديو للمزيد من القصص. يلا نسمعوها. تقول هاد المتابعة أهلين أختي لبنى، شكرا أنك خليتي لنا مجال نحكو ونسمعو ونتعلمو من حكايات بعضنا. أنا حبيت نطلب من هاد المتابعة السماح، لأنه قالت لي من فيفري وهي تبعت حتى لدوكا باش شفت الرسالة تاعها والقصة تاعها. نتوما تاني إذا ما شفتش رسائلكم وقصصكم أبقاو تبعتوا حتى نشوفهم، وبيان سور إذا كانت القصة معبرة وذات أهمية باش نقدر نحطها. وشكرا لكم وسمحوا لي بزاف. تقول اليوم جيت نحكي حكايتي وتكون عبرة للناس. وسمني زينب من الغرب، عمري 26 سنة، بنت وحدة بين 3 خاوة. ما راني شابة لدرجة كبيرة، مليحة برك، ولكن دايما نجلب أنظار الناس، وهذا الشيء نقمة بالنسبة لي. علاش نقمة؟ دوك تعرفوا علاش. أنا صغري عشت شباب مع أهلي الحمد لله، والدي يحبوني وعشت عيشة هنيئة. حكايتي بدات كي كان عندي 17 في 2015 بعد ما جبت الباك. الحمد لله اخترت تخصص بعدها حبيته، وكان في ولاية بعيدة على ولايتي ب7 سوايع، كان في الشرق. ومع أنه والدي كان عندهم ثقة فيا تقبلوا الأمر عادي. بديت نوجد في روحي، وقبل لا نبدأ نقرأ ب20 يوم جا واحد يقرب لي من بعيد خطبني وشرط لي ما نقراش في هذيك الولاية. أنا كنت حابتها، رفضت، قلت الماما تعطيهم الرفض، مانيش قابلة بيهم لأني حبيت هذاك التخصص. مع أنه السيد اللي خطبني مليح، بصح ما حبيتش نخلي قرايتي اللي حبيتها واخترتها. ماما في كل مرة تحب تواصل مع هذا الطفل ولي واسمه فتح الله، وتقولها ماشي قابلين. في كل مرة تصرى حاجة وما قدرتش ماما تحكي معاها. في هذيك الفترة ما صليتش حتى الاستخارة، لأنه كان قراري باين، ما خممتش حتى باش نصلي. ولكن في ليلة من الليالي شفت منام لجارتنا الله يرحمها، قالت لي معاه تعيشي حياة سعيدة بعد عدة مشاكل. أنا رميت هذاك المنام ونسيته، ما حبيتش نخمم فيه حتى جا اليوم اللي رايحة نقرا فيه لهذيك الولاية. وماما كانت مازال ما رجعتش الرفض ليهم. في الكار وانا رايحة دعيت ربي، قلت يا رب إلا فيها خير ليا سهلها لي ونقرا هنا عادي، وإلا فيها شر تصرح حاجة وتتعطل. كي وصلت الولاية اللي راح نقرا فيها وانا فرحانة، جيت داخلة لاسيتي قلبي تقفل، حسيت روحي داخلة للحبس. حكمتني واحد الحالة، قلت لهم غير هاد لاسيتي اللي ما قعدش فيها، حاولوا معايا دارنا وانا رافضة رفض تام. كي شافوا ردة فعلي ماما قالت لي بنتي اسمعي لي، شوفي هذه باينه بلي ما فيهاش خير، عليها راهي كاينه هكا. رجعت لولايتي. اليوم اللي رجعنا فيه خرجت ماما وبابا، بعدها ب5 دقايق دخلت فتح الله. تصدمت انا كي شفتها وانا ما عنديش جواب ليها. سقساتني اذا قابله ولا لا. قلت لها والله ما راني عارفه. قالت لي يا بنتي جاوبيني ايه لا وانا نتمنى تقبلي. هي كانت تحبني بزاف. قلت لها والله ما على بالي، بصح راني حاسه راهو مكتوبي والله اعلم. فرحت وعنقتني، قالت لي ماذا بيا تكوني كنتي.
وراحت قالت لفتح الله أنه زينب قابلة. بصح أنا بقيت ماشي مقتنعة، بانت لي ما نعرفوش وما زلت صغيرة، بقيت خايفة، خليتها تتمشى على ربي وخلاص. بعد شهرين جاء هداك اليوم المشؤوم، ماتت يماه. من تم بدات معاناتي. هي قبل لا تموت وصاتهم عليا، كما قلت لكم كانت تحبني بزاف. في وقت الناس اللي كانت تبكي على المرحومة، اختو كانت تحاول دير المشاكل والفتنة باش تفرق بيناتنا ونبطلوا هذا الزواج. والمشكل انه هاد المشاكل ما ديرهمش في وجهي، احنا قدامنا تحبنا بصح مورانا دير الفتنة. قالت عليا بلي انا رجعت من هذيك الولاية على جالو، وانا حبيته وكنت نمشي معاه و هدرت عليا بزاف، وانا في هذاك الوقت ربي شاهد. اعظم الله اجرك ما قلتهالوش وما حكيتش معاه، يعني بعد الجنازة ولا. رجعت كل مرة توصلني هدرة قالتها اختو عليا، وانا اقول بالك ما قصدتش، بالك كذبوا عليها، مع انني متأكدة انها قالت هاد الهداري باسكو حاجات الناس ما تعرفهمش. لو كان ما حكاتش هي، الناس وين حيعرفوا؟ نحس باللي راهي تدير في الفتنة عن قصد. بصح ما قدرتش نتقبل انه الانسانة اللي نحبها وتبين لي باللي تحبني راهي تدير في الفتنة. رجعت مرات انا نتقلق، وماما تسكتني، مرات بابا يتقلق ويما تسكتوا وتقولنا نصبروا في وجه المرحومة وفتح الله لانه ما عندوش ذنب. خصوصا المرحومة قالت الماما الطفل راهو يحبني. صبرنا حتى بعد أشهر من موت يماه تزوج خوه. في عرس خوه بداو خواتاتو يعمروا لي راسي عليه، قالوا لي يعني مزير باخيل ما يمدلناش دراهم، قالوا لي غيور ويحب غير روحو برك. هي اختو الصغيرة قالت باخيل، واختو اللي دارت لي المشاكل قالت غيور ويحب روحو. رجعت نقول شكون هذا اللي راح يتزوج به؟ انسان ما فيهش الخير في دارهم ما راحش يكون فيه الخير فيا. كي رجعت للدار حكيت لماما، ماما قالت لي شوفي معليش احكي معه بشويه ودوك يرجع يصرف عادي، بالك والف يصرف على راسو برك. وفي العرس واحده من خواتاتو تلفت من عندي براسلي، قالت لي دوك رجعهولك وما رجعتهوليش. بعدها اختو كل مره تقول ماما رايحين نجو نكملوا على الطفله وما يجوش. بعد 3 شهور من العرس جا النهار اللي كان عندهم مناسبه، كل عام نروحوا ليهم فيها. بصح هذاك العام مع وفاة يماهم ما داروش هذيك المناسبة، وحنا رحنا نعوضهم على هذاك اليوم. غير دخلت لدارهم نحس روحي مخنوقة وماشي قادرة نتنفس، حاسة روحي راح نموت. حابة غير نرجع للدار بالسيف مستحملة وقاعدة نحاول ما نبينش الاختناق اللي كنت فيه. بصح اختو كانت تشوف فيا بنظرات غريبة، حسيتها عارفة بلي راني مخنوقة. اختو الثانيه اللي تسلفت عليا البراسلي فكرتني به، قالت لي راهو عند فتح الله، قال حب نشم ريحتها فيه، مع انني ما سقسيتهاش كامل على البراسلي ونسيته اصلا. بصح ربي خلاها تحكي عليه. قلبي تقفل من جهه البراسلي، ماشي عارفه علاش، حاسه قصه البراسلي خانقتني. كي جينا راجعين وكانوا يودعوا فينا، شفت اختو اللي دارت لي المشاكل ومرت خوه يودعوا فيا بطريقه حسيتها شغل هذه اخر مره راح نجي لهنا. انا خرجت من دارهم وانا رجعت نتنفس عادي، وراحت لي قاع ديك الخنقه. بعدها بشهر بالتمام مازلني نشفى لهذاك النهار، كان من اوائل ايام نوفمبر 2016، كان اول يوم تطيح الشتا في هذاك العام. وانا رايحه نقرا في الجامعه تلاقيت بفتح الله، طلعنا نحكو مع بعضانا وعرفت باللي فتح الله أحن إنسان ممكن نشوفه في حياتي، إنسان يحب خاوته، على عكس ما حكاولي إنسان باخيل وحاجته ماشي ليه، ماشي قاع باخيل، ودايما يشري لخواتاته وش يحبوا، يعطيهم مصروف كل شهر متهلي فيهم، إنسان طيب بمعنى الكلمة. قلت بالك تبدل بعد موت يماه، وما خممتش أنه أختو تكذب. المهم مع أنني شفته إنسان مليح، بصح كنت نشوفه كبير وما يعجبنيش، مع أنه كان عمره غير 26 سنة، بصح نشوفه كأنه عنده 50 سنة. بقيت نحكي معاه ونشوف فيه ونقول وش درت أنا في روحي، علاش حابة نتزوج بهذا، ياك ماشي شباب، ونقول بكري كان شباب بصح دركا لا، وحاسة بضيقة ماشي قادرة نبقى معاه. بعدها نستغفر ونقول أنا راني نتمسخر.
وقت تلاقينا شغل حكاية تجبد حكاية حتى جبدنا على البراسلي. قلت له قالوا لي بلي راهو عندك تشم ريحتي فيه. قال لي بقى عندي سمانة برك وداوه راهو عندهم، بصح ما سقسيتوش شكون اللي داه. بعدها من فرحتو جبت قرعة تاع ريحة تاعو ودار لي منها. قال لي دوك لازم تقعد فيك ريحتي. حسيت بالضيقة موراها. كملنا نحكو وحكالي على طفلة عرفها دارت له السحور، وهذه الطفلة غلطت حياته وخايف عليا منها، وحكالي عليها باللي هي الشيطان على شكل إنسان. وش فاولنا ملي على الطفلة هذه راح يكون عندها دور مهم في القصة. قال لي تاني راهو حكى مع أختو تجي لعندنا باش نتفاهموا على العرس. قالت له راني خدامة غير نقعد راني نروح لعندهم، وما جاتش كامل ودايما ندير الأسباب. بعد هاد الحكاية رجعت نتخنق منه بزاف، وهو تاني تخنق مني، ولينا نتضاربوا على أتفه الأسباب. وفي أواخر ديسمبر عيط لي قال لي أختي عندها عملية وحب نديرها لها، راح نأجل الدفوع تاع المهر وكلش. قلت له معليش بصح ابعد خاوتك يحكوا مع بابا ويقولوا له هذا الشيء. قال لي أوكي. هو قال لخاوته هذا الشيء وهي أخته قالت له لا أنا نروح نتفاهم مع يماها، وهي ما حبتش رجال يجوا لسبب على بالي كامل فهمتوه غير باش ما يتفاهموش ويقطعوا الشرط. المهم هي جات وجابت معها المشاكل. أولا جات مع المغرب، ثانيا جات باش تخبر عليا ماما بلي عندي فيسبوك، لأنه هما عندهم ممنوع الفيسبوك وهما كانوا فاتحينه بالتخبية على خاوتهم. حساب لهم أنا تاني فاتحة بالتخبية على دارنا، مع أنني قلت لأختو راني فاتحة بعلم أهلي وقولوا الفتح الله هذا الكلام. مي هما ما قالولوش، وكي شافوه تقبل أنه عندي فيسبوك قالوا لي ما تخبريهش علينا. أنا استرتهم عادي وإلى يومنا هذا ما حكيتلوش. المهم ماما قالت لها على بالي، وهي قالت لها وحكيت مع فتح الله فيه وقالت لها ماما على بالي. أنا كنت ضاربت معاه على عبسة، هو شغل حكى لها وأنا ما كانش على بالي باللي حكى لها. قالت لي راكي حباتو؟ قلت لها إيه. قالت لي عاودي خمي مليح، راكم كي تضاربوا يقول لي ندي حجرة وما نديش زينب. أنا تشوكيت وتنرفيت منه، وهي تفاهمت مع ماما على سمانة يجوا يقطعوا الشرط وكلش. بعدها عيط له حكيت معاه ولمتو على واش قال، وقال لي زعاف بارك وسمحي لي. المهم كان يحكي لي قال لي اختو قالت له اعطيني 1,000,000 باش نشري لها القش، وفهمت باللي حابه تقلل مني، بصح ما حبيتش نخليه يحس باللي راهي تتمسخر به، لانه شفته فرحان ويشوف اختو معوضاته على يماه. بعدها بيامات ضاربت معاه وما رجعناش نحكو وما حكيناش على واش تفاهمت ماما مع اختو. كي جا اليوم اللي جو يقطعوا الشرط الناس ما جاوش. انا رجعت نخمم باش نفسخ الخطوبه. قلت خلاص هنا هم زادوا فيها بزاف. صبرت بزاف. ماما قالت لي على جال فتح الله الصبري هو خاطئ. قلت اوكي نصبر. 16 ايام تصالحت مع فتح الله وسقسيتو علاش ما جاوش. قال لي والله ما على بالي، ما قالت ليش، وقال لي خلاص دوك نحاول نصلح الاوضاع. ما فاتوش 4 سوايع ضاربنا وفسخنا الخطبه، وللاسف انا كنت حبيته، هو تاني حبني حب كبير. بعد عام الفراق عاود رجع لي، تفاهمنا نرجعوا العلاقات كما كانوا قبل. هو رجع لأهله قال لهم حاب نرجع لزينب. اختو قالت له علاش، وش فكرك بيها، علاش هي بالذات؟ قالها انا نحبها ومن غيرها ما نزوج حتى وحده. قالت له تبقى غير هي ما خطبها لكش. قالها معليش ما تروحيش ليهم، يروحوا ليهم الرجال. هي سمعت الرجال وهي قالت خلاص انا نروح على جالك باسكو نحبك وكذا وكذا الكذب تاعها. راح تقولوا لي وين راهو دور فتح الله وعلاش ما حبسش اختو عند حدها؟ راح نقول لكم اليوم ان هذا فتح الله ما على بالوش بهاد الحكايات. في الاول ما كنتش حابه نحكي له باش ما نديرش الفتنه بين الخاوه، وبعد ما كثروا المشاكل كنت وين ما نحب نحكي له نحس حاجه حكمتني انا نحكي من الداخل بصح الكلام ما يخرج من فمي. ما فهمتش علاش كاع صرالي هكا. المهم في كل مره طفل يحب يقدم تصرح حاجه وما صدقتش انه يعاود يخطب. بقينا على هاد الحاله مده عام، نهار عادي وشهرين متضاربين وماشي حاملين بعضانا. في اواخر 2018 هو حرق وراح لفرنسا واستقر التم، وبعد ما استقر وحكم روحه عيط لي قال لي حبك في الحلال. كانت فرحتي كبيره وهو كتر.
تفاهمنا على كلش، كنا في رمضان وتفاهمنا بعد العيد الصغير يخطب، وقبل العيد الكبير نتزوجو ونطلع لعنده. أهلي كانوا فرحانين وكلش ملاح. كي جات ليلة 27 السيد تقلب عليا، رقد وناض لقيته ولا إنسان واحد آخر. في هذيك الليلة قالي تعبان حاب نرقد. من الصباح شفتو بلي صار حتى 5 تاع الصباح، ولقيت مود باس تاع الفيسبوك بدلو كان عندي. ما فهمت واش صرا، سقسيتو ما جاوبش وغير يتسبب عليا، يحاول غير يضارب معايا. انا ساكته ونقول نشوف راهو حاب يوصل. بعد 3 ايام تاع العيد قلت له اسمع، انت راك تشرشي لي من الاخر، قل لي واش راك حاب. قال لي بالكلمه تبقاي انتي مرا في هاد الدنيا ما نديكش. فهمت بلي اختو داخله فيها، خصوصا كنت شفت حلم. قالت لي انا درت لك المشاكل وتعاقبت وطلقت، وصح طلقت بعد فراقي معاه. انا ما فهمت والو ودخلت في حاله حابه غير نقتله ونقول له والله غير نحرقك. رجعت ما نشوفش خلاص، وانا مازال ما فطنتش من الصدمه هذه. لقيت صدمه اني دخلت في مشكله في الجامعه، وهذه المشكله كانت شغل ظلم ليا. التيت مع المشكله تاع الجامعه اللي عانيت منها عامين، لدرجه ما فقش باللي بعد الفراق بالتمام رجعت نشوف احلام مخيفه، ونشوف باللي انا نجري مع فتح الله وهاربين من شياطين الانس ماشي عارفه شكون هما، ونشوف جن متملكني، نشوف صراصير زرزوميه عناكب الفاعي، نشوف بزاف احلام تخوف. دايما بين عيني حاجه، وانا قاعده نشوف انني نقتل في فتح الله ولا نقتل في روحي، ونشوف الدم وانا فرحانه به. بعد الفراق بقيت شغل من مدة لمدة نتواصل مع فتح الله، وهو تاني بصح هكا كون الضربوة على أتفه الأسباب. كنت نحس الطفلة اللي قالي دارت له السحر راهي في حياته، وسقسيته عليها قالي تزوجت، بصح أنا حاجة تقول لي لا راهي في حياته. كنت مرات نحس روحي نحبه ومرات نكرهه لأنه سمح فيا. حتى واحدة الليلة اللي ما ننساش وش صرا فيها، قبل ما نرقد نحكي مع صاحبتي، قالت لي يا زينب راهو فتح الله حبك صح، بصح باينه فيها خلاط، متأكدة من هذا الشيء. خممت في كلامها وخممت نسامحه، بعدها قلت لا ورحت نرقد. شفته في الحلم على أساس راهو مظلوم وقدامه وحدة، ما قدرتش نشوف وجهها، وهذه اللي معاه تجي تخنقني وانا نفطن مخنوقة حابة نموت بالسيف لا يرجع لي النفس، حتى نحس روحي حابة نموت. شفت هذا الحلم في نفس الليلة 5 مرات، حتى درت القرآن باش قدرت نرقد آلاز. رجعت ندير القرآن كل ليلة، وفي كل ليلة نشوف حلم ودايما مفزوعة. بعدها لقيت الماء ورشيت به بيتي ورقدت، وليت نشوف حلم انه الماء يخرج من الحيط وانا نحاول نرقيه ونوكل ربي على اختو ونقول هي سحرتني. فطنت بقيت نقول هادو وساوس، وأكيد معنى الحلم الفتنة اللي دارتهم. رجعت حالتي تزيد من سيء الأسوأ، والتعطيلات بالجملة والمشاكل في كل مرة. من جهة ما رانيش فاهمة قاع علاش راهو يصرى لي هاك. تأثرت نفسيتي، وهذا بلا الصلاة اللي رجعت ما نقدرش نصليها. إذا صليت نحس كرشي راح تطرطق، ولا نحس روحي عاكسة القبلة، نحس معايا واحد، نحس عندي سحر ونقول ما كاش منها. حتى في صيف 2022 كنت برا نقضي صوالح، رجعت من برا ديريكت حكمت تليفون، فتحت فيسبوك تاع فتح الله. يا خوتي والله ما على بالي كيفاش فتحته وكيفاش جاني المطبس في بالي، امنوا ولا قعدوا، يعني الشيء اللي درتوه كنت في اللاوعي. لقيت الفيسبوك تفتحت شوكيت، بقيت نشوف. اول ما دخلت لقيته على تواصل مع الطفله اللي قال لي تزوجت، واللي احساسي قال لي راهي في حياته. بعدها دخلت نقرا واش بينه وبين اختو تاني، حبيت نفهم واش صرا في ليله 27 علاش تقلب عليا. لقيتها بعد ما تفارقت معاه في هذيك الليله نحت فيسبوك تاعها، فتحت واحد جديد، وعرفت باللي بعد فراقنا بيامات رجع مع الطفله هذيك وخطبها. بقيت مصدومه واش صرا، كيفاش خطبها هو على بالو بلي سحاره، وكيفاش بزاف اسئله في راسي. اصلا كيفاش حتى كذب عليا وقال لي تزوجت، ما فهمت والو. في هذيك الليله زدت حلمت حلم فيه انا وهو واهله خطيبته، وبين هذوك الناس كاين شياطين الانس.
بعدها عيط له ضربنا على الكذب وعلى كلش. قال لي انا صح حبيتك بصح انتي سمحتي فيا، بصح الطفله هذه ما سمحتش فيا، وضربنا. في نفس الليله شفت نفس المنام وما عرفتش شكون هو الشيطان. وانا ليله على ليله حالتي تسوء. رجعت نشوف في المنام واحد يتعدى عليا ونفطن ونحس صحرا ويتعدى عليا، وكي نحكي لماما تقول لي وسواس برك ما عندك والو. في ليله من الليالي تاع التعديات ما قدرتش نتحمل، تواصلت مع رقيب في الواتساب عطاني قرايه نسمعها يوميا. بعد سمانه شفت حلم مرتو مع اختو هما شياطين اللي سحروا لنا، خصوصا هو سحروه بزاف. حكيت للراقي وش شفت، قال لي هادي ربي حب يبين لك واش عندك وصا عندك سحر. ما امنتش، قلت يكذب بلوكيتو. بقيت نقرا في سوره البقره وآل عمران يوميا لمده 3 شهور. في سبتمبر 2022 كنت رايحه فاكونس مع دارنا الجيجل ومن ليدي مارينا، وانا اسمع في واحد يقول لي اكسيدون اكسيدون. تلاقينا في طريقنا ب5 تاع لي زاكسيدون. بعدها احنا تاني صرنا مشكل في الطونوبيل، ولكن الحمد لله وصلنا سلامات. حوسنا شويه ورحنا لواحد الغابه وحنا رايحين عند الفيراج بابا راح له الفران وما على باليش. المهم وصلنا لحافه الطريق وحبست الطونوبيل ونشوفوا بلي رانا عند حافه الجبل. كون زاد الطونوبيل قدمت شويه نطيحوا مع الجبل، الحمد لله سلكت على خير. بعدها رحنا للدار اللي كريناها وحنا رايحين نسمع في هذاك الصوت اللي كان يقول لي اكسيدون اكسيدون في ودني، زاد بزاف. وشتا كانت تطيح، بابا فقد السيطرة على الطونوبيل ودرنا اكسيدون. دخلنا في جبل، الطونوبيل ما بقى فيها والو، مع انني كنت في مكان امن اكثر من اهلي، الا اني تضربت اكثر منهم كامل، ولكن الحمد لله خرجنا سالمين، ماشي حاجه كراف. بعدها بقيت نسمع صوت واحد اخر يقول لي نورمالمون كنتي تموتي ويجي فتح الله يدفنك وهو يبكي عليك. ما فهمتش وش معناها، يعني وش راني نسمع، ما فهمتش، ما عمرت راسي. بعد شهر بالتمام عرفت بلي صح فتح الله خدم وراقيه وهبط للبلاد وجا بعد الاكسيدون بيومين. كي عرفت راه جا انا قلت مستحيل كل هذا يكون صدفه. بديت نسقسي الرقات، بديت من راقي هبلت نحكي لهم على احلامي وش راهو يصرى معايا. الكل أجزم باللي عندي مس عاشق بسبب سحر التفريق وسحر مأكول ومرشوش ومشموم خلات. بصح أنا جامي كليت عندهم وحدي. عيت نتفكر وقتاش كليت ما عرفتش. فهمت حاجة باللي كي كنت زعما نتخيل في روحي راني حابة نقتل ولا ننتحر باش يتأكد راح نتفارقوا، معناه حب يفرقنا هذاك الجن بالموت. وعرفت المشاكل تاع الجامعة ومنين جاوني باش ما نفيقش كاين سحر باش نبقى لاتية وما نشوفش الحقيقة. بعدها لقيت نفسي بنفسي وتبدلت عقليتي، درت حجاب شرعي، زاد إيماني بربي. السحر كان بمثابة نقطة تغيير في حياتي. بعد ما كنت ضايعة رجعت أسعد إنسانة، مع أنني مريضة ورضيت بالمرض وبالتعطيل اللي عندي وخليت شغلي الشاغل محاربة السحر. بقيت نخمم وقتاش كليت انايا وقتاش شميت وكيفاش. حتى من مدة 4 شهور جا عندي شخص وانا نخدم في حانوت تاع بابا. هذا الشخص ما نعرفوش والجامي لا شفته. قال لي يا بنتي انتي انسانة طيبة وقلبك بيض، نصيحتي لك ركعتين قبل الفجر والمسحة النبوية والقرآن بصوت القارئ إسلام صبحي، نوصيك بهادو. وصح المسحة النبوية خلتني نتغلب على الاعتداء، والقرآن بصوت هذا القارئ خلاني نمرض من ودني لدرجة أني بسبب المرض رحت نرقي عند راقي متمكن. وتما عرفت باللي السحر المشموم شميته نهار اللي دار لي فتح الله من ريحته. كانت مرته هذه اللي تزوج بيها دايرت له السحر تماك فديك الريحة. عرفت في الربعين تاع يما اختو اعطتني كليت السحر هذاك النهار. ما روحش عندهم صح بصح لكنها بعثت لي الماكله للدار. وعرفت باللي المرشوش كان في البراسلي اللي داوه وكذبوا عليا، قالوا لي راهي عنده. الحمد لله رقيت وفكيت كامل الاسحار، ولكن اليوم هذا مازال ما خرج خادم السحر. عرفت باللي راهو متعلق بالاسحار اللي في فتح الله، وهو مازال داير الامان في اهله. ما على بالوش باللي كل يوم يوكلوه، حتى هو في فرنسا يبعثوا له الماكله فيها السحور. عرفت راهم يوكلوه غير باش يبقى مطيع عليهم، كيما يقولوا له يقول لهم ايه معليش. هو دوكا تزوج بالطفله اللي سحراته، على بالي ما راهوش هاني معاها، حتى هي مع اهله
عرفت باللي ما تفاهموش وراهم في المشاكل، والسحر تاعهم بدا يرجع عليهم. هما اتفقوا على السحر وعلى الفتنة، بصح داروا على بعضاهم وتضاربوا. وحتى العفسة تاع المليون اللي حبوا يطيحوا لي من قيمتي صرات معاهم. ربي حطهم في نفس الموقف، عنده اختو تخطبت وصرات نفس القضية تاع المليون. هما بطلوا قالوا ما قيموناش. هنا تأكدت باللي اختو كان قصدها باش ما تقيمنيش. مؤخرا عرفت حتى مرت اخوه داخله في السحر، وفهمت علاش شفتها هي واختو يودعوني وداع بدون رجعه. راح تقولوا لي علاش كامل هذا الحقد؟ والله حتى انا ما عرفتش علاش. استنتجت باللي الغيره والحسد برك، لانه قالت لي اختو علاش يحبك، واش درتيلو؟ راح تخليه يدور علينا ومن نحبوا ليك راح تحكمي فيه. اصلا ماشي غير هي، بزاف ناس يقولوا لي علاش الرجال كامل يحبوك، علاش يخطبوك بزاف. وانا والله من عند ربي هاك نلفت الانظار. هاد الصفه خلفت لي بزاف اعداء ما كنتش نعرفهم، وعرفتهم بعد الرقيه. كلهم كنت حسبتهم يحبوني، وعرفت باللي كلش كذب في كذب. حتى اني ملي بديت نرقي حاسه بحاجه تقول لي انهم اتهموني في شرفي، وهذا سبب من اسباب الفراق. والله اعلم، على بالي ربي راهو يكشف كل حاجه بشويه، قاع اللي تخبى في هذه 8 سنين. وعلى بالي مازال كاين بزاف حوايج مخبيين يعرفهم غير فتح الله. انا عندي 50% اللي ما يعرفهاش، وهو عنده 50% اللي ما نعرفهاش. يعني من القصة هذه. بصح على بالي درك ربي راح يكشف الباقي كيما تكشف حوايج واحد اخرين. وانا لدرك ما تزوجش، والسبب المس. كل مرة يتقدم لي واحد نشوفه ماشي شباب قصير، خطرة نعيفه نتضايق من كاش خاطب حتى نرفض باش نرتاح. ودرك مع كل تعطيلاته مع المرض، رغم كل هادو راني حاسة روحي فرحانة وراضية. وهذا الشيء اللي أكد لي أنه راني في الطريق الصحيح، والحمد لله. وإن شاء الله ربي يرزقني الشفاء العاجل. دعواتكم لي والفتح الله بالشفاء، دعواتكم ليه باش يفك أسره من هذا السحر ومن أهله ومرته كذابين منافقين سحارين. إن شاء الله تدوا العبرة من قصتي. ما تظلمش يا خاوتي، ما تظلمش. ربي راح يجبرك ولو بعد حين، وراح يجيب لك حقك ولو بعد 20 سنة. الحمد لله بعد 8 سنين ربي بدا يرجع لي حقي، وهذه البداية برك مازال يخلصوها غالية. وإلا حبيت تعرف إذا راك في طريق الصح سقسي قلبك إلا راك فرحان وراضي ولا لا. وسمحوا لي إذا طولت عليكم، حاولت نختصر قدر المستطاع. والسلام عليكم. ما تنسوش تبارطاجيوها مع أصدقائكم، خلونا الجيم في الفيديو للمزيد من القصص. نلتقي في قصة جديدة.